السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى انا نازل لكم الفيديو بقى بتاع الحفلة بتاع عيد ميلاد رودي. هي طبعا كانت في الحضانة، انا عملت لها التورتايه اللي انتوا شفتوها. فخدتها ورحت عملت لها مفاجأة في الحضانة. هما كانوا هناك في حفلة بتاعت نص السنة. هما امتحنوا امتحانات نص السنة، فكانوا عاملين لهم بقى الحفلة، وكانوا لامين يعني من كل طفل مبلغ عشان يعملوا لهم بقى الحفلة دي، وعاملين لهم بقى كب كيك وجايبين لهم هدايا، وكان في شهادات تقدير. فكانت الحفلة بصراحة كانت جميلة جدا. فأنا بقى طبعا عملت لها مفاجأة بالتورتاية الجميلة دي. ورحت لها الحضانة وقلت بالمرة وكده كده في حفلة، فرحت بقى قلت تبقى الحفلة حفلتين بقى، عيد ميلادها والحفلة بتاعت الحضانة. فكانت فرحانة جدا والله، أول ما شافتني حضنتني جامد من رجليها، مش عايزة تسيبني. بقى إخواتها يشدوا فيها وهي مش عايزة تسيبني، مش مصدقة إن أنا رحت. فأنا ما كنتش قايلة لها بصراحة. حتى التورتايه هي عارفة إن أنا طبعا بعمل لها تورتايه عيد ميلادها، بس هي كانت حاطة في دماغها إن أنا أعملها لها في البيت، مش في الحضانة. فكانت مفاجأة جميلة، وكان يوم جميل جدا. وبشكر فيه كل المدرسين وصاحب الحضانة كمان على المقابلة الجميلة. شوفوا بقى هنا يعني عامله بص مش عايزه تسقف خالص، ويعني مش عارفه ده يوسف اهوت. بتقولي ما تمشيش، يعني هي ما كانتش عايزه امشي. التورتيه بقى دي لو عجبتكم خشوا بقى على القناه شوفوها، و... واللي ما اشتركش يشترك. والكب كيك كانوا هم اللي عاملينه في الحضانه، عشان كان في حفله اصلا، فهم اللي كانوا عاملينه. يعني كانوا لامين اشتراكات كده من كل طفل وكانوا عاملين الكب كيك. هنا بقى كانوا، بما ان يعني احنا بنطفي الشمع، لان انا نسيت اجيب الشمع خالص، نسيت خالص الشمع، وما افتكرتش الا ساعه لما رحنا الحضانه. فكان بقى في مسافه يعني من البيت وكده، فاضطرينا بقى ان احنا نعمل من غير الشمع. هنا بقى كانت عايزه هي اللي تقطع، شوفوا ما شاء الله قطعت التورتايه. وشوفوا بس يا جماعه السيطره، يعني شوفوا السيطره مع الاطفال. كانوا يعني محدش مد ايده بجد، بجد والله ما حدش مد ايده على حاجه، لدرجه ان انا بقيت اقول لهم خدوا خدوا، يعني كل واحد الطبق بتاعه. ما رضيوش، لحد بقى بقيت اتحايل عليهم. راحت رودي خدت الكريسبي اللي كان واقع، صاحبتها بس اللي خدت. كل الاطفال كانوا فرحانين بالعروسه وبالاكل وبالتورتيه اللي فيها العروسه دي، مش عايزين يمدوا ايدهم ومش عايزين يبوظوا الحاجه. هنا بقى هم كانوا بيصوروهم. هي اصلا كان في حفله في الحضانه اللي هي بتاعت نص السنه، امتحنوا وخلصوا، وكان في حفله بتاعت نص السنه. شايفين بقى هي كده كانوا بيصوروهم. فده التاج بتاع الحضانة، فلازم كانت تقلع التاج التاني عشان تلبس تاج الحضانة. فما شاء الله كانت والله كان يوم جميل جدا. بس للأسف أنا ما كانش ينفع أقعد تاني، كان نفسي أقعد بقى وهم بيستلموا شهادات التقدير. مع السلامة.